السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع الإخوان والأخوات الحاضرين معنا واللي ديما كيشاهدوا القناة. الموضوع ديال اليوم إن شاء الله غيكون على حجر البريت. البريت الإخوان كما كتلاحظوا هو ما يسمى بالحجر أو الذهب الكاذب كما كتلاحظوا معنا هنا الإخوان. واليوم غنعطيو تقريبا 3 ديال الطرق كيفاش غتعرف على الحجر البريت أو الذهب الكاذب. بحكم كاينو عديد ديال الناس كيعثروا على هذا الحجر هذا وكيسحب لهم بانه كيحتوي هذا الحجر اولا لقاو الذهب. كاين فرق ما بين البريت والذهب. القساوه ديال هذا الحجر ديال البريت الاخوان من 6 حتى ل 6 ونص في القساوه ديالو، عكس الذهب اولا التبر. واحد النوع ديال الحجر كيحتوي على بعض الذهب الحقيقي كيتسمى بالتبر اولا كيكونوا حبيبات صغيره من الذهب. هذاك القساوه ديالو كتوصل لجوج 2.5 يعني من 10 يعني جوج اونص من 10 على مقياس موس. هذه في الصلابه ديالو الاخوان. والطرق كيفاش غتعرف على هذا الحجر اولا هذا الذهب الكاذب اخواني. كما كتلاحظوا في هذا المكان هذا كله راه كيبان واحد اللمعان ديال هذا، واش كيبان لكم في الصوره الاخوان ولا لا؟ هذا كله حجر كيحتوي على واحد النوع اولا الذهب الكاذب كما كتلاحظوا هنايا كلشي الاخوان. هذا اللمعان هذا اصفر، شوف هنا بزاف، شوف الاخوان كيبان هنا. هذا كله حجر كيلمع بلمعان اصفر يعني البريت او الذهب الكاذب. شوفوا الاخوان هنا كلشي ان شاء الله غنخلي صوره ان شاء الله باش تشوفوها في المنتدى ان شاء الله باش تعرفوا على هاد الاحجار هذه وكيفاش غتميزوا غير في الطبيعه باسهل الطرق وابسط الطرق ان شاء الله باذن الله الاخوان. كتهز مثلا تلاقيتي هذا الحجر هذا باش كنميزوه. الطريقه الاولى كنهز اي حجر غندير واحد العمليه ديال الخدش على هذا الحجر. ملي كنخدش هذا الحجر اخي الكريم ما غاديش، شوف كما كتلاحظوا راه كيطير على اليد ديالي. شوف الاخوان ها هو، شوف كيكون عنده لمعان. هاد الحجر هو عكس الذهب. الذهب ملي كنضغطو على الحجر بحال هذا الشكل كتزير عليه شنو كيعطيك؟ كيجرح لك. يعني ملي كنجرحو شنو كيوقع؟ كيتجرح بطريقه ذهبيه يعني كتقطع اولا الخدش ديال ديك الحجره. يعني ملي كتخدش كتبان لك اللون الاصفر. هنا كنعرف بان لقيت حجر كيحتوي على ماده ديال الذهب. واحد العدد ديال الناس راسلوني بهذا الحجر هذا عندهم كيمتلكوا، يسحب لهم بان كيمتلكوا الذهب في يديهم. هو عكس ذلك، عكس هذا اخي الكريم واختي المشاهده. هنا كيعطيني الالوان اما الاخضر او الاسود او البني. شوف لاحظوا معايا هنايا غادي نخدشوا في هذا المكان هذا خصو يعطيني اما لون بني او اسود او اخضر. شوف يا اخوان واحد الدقيقه، هذا حجر عادي غنحاولوا نخدشوا به هذا المكان. خصو يعطيني هاد الالوان اما الاسود او البني. شوف الاخوان شوف ها هو بني. شوف هو مشى ها البني اللي عطاني اما هاد اللون او الاخضر او الاسود. هذا على حجر البريت. الذهب لا، ملي كنخدش الحجر شنو كيوقع؟ خدشت الحجر ما غيعطينيش اللون بني او لا، غيعطيني لون اصفر ديال الذهب. بحال الا هزيتي واحد القطعه ديال الذهب مثلا على سبيل المثال غنهزو حجر ملي كنخدشو شنو كيوقع؟ هزينا هنا خصو يعطيني اللون ديال الفضه مثلا، لمعه فضيه بحال هكذا. يعني هاد القطعه ديال الفضه، هاد الملعقه ديال الفضه. اوكي هنايا ملي كيمشي الخدش ديالها شوف كتعطيني لون ديال الفضه كما كتلاحظوا. شوف ماشي اسود، هذا فضي. راه ما عرفتش كيبان لكم اللمعان ديالو ولا لا. هذه لمعه فضيه زجاجيه. شوف كذلك مثل الذهب ملي كنخدشوا الحجر كنخرجوه كيعطيني لون ذهبي
لهذا بغيناكم تردوا بالكم مع هذا الحجر. تاني حاجه، مثلا لقيتي واحد الحجر، انت شكيتي بانه ذهب، شنو كنديروا؟ كنهزوا واحد الجزء من هذا الحجر هذا اللي فيه هذا اللمعان الاصفر او هذا اللون الذهبي. كنهضروا على حجر البريت. كنهز الزئبق الرمادي، الزئبق الرمادي بحال هذا اللون، ما نهضرش ليه على الاحمر، كنهضروا على اللون الفضي. شنو كيوقع؟ كنهزو داك البريت اولا داك القطعه ديال الذهب اللي لقينا، كنرميوها في داك الزئبق الفضي. هذاك الزئبق الفضي شنو كيوقع؟ كياكل الذهب، هذاك الذهب ما كيبقاش. لهذا ان شاء الله في المستقبل غنحاولوا نوريكم كيفاش غتستخلصوا مثلا هذاك الذهب الا حطيناه في الزئبق الفضي شنو غادي يوقع؟ غادي ياكلو. لهذا خصني نخرج داك الذهب اللي تم يعني الاكل ديالو من داك الزئبق. خصني نستخلص، مثلا كنهز قطعه ديال الذهب بحال هذا الشكل وغادي نحطها ونخوي عليها الزئبق، هذيك البلاصه كلها غتولي اولا داك الطرف ديال الذهب كلاه الزئبق، وخصني نخرجو من تما ان شاء الله. الفيديوهات القادمه ان شاء الله غنوريكم الطريقه كيفاش استخلاص اولا كيفاش استخراج الذهب من الزئبق الفضي. هذه الطريقه الثانيه. قلنا الخدش، قلنا الطريقه ديال الزئبق، وكاينه الطريقه ديال الماء. كتهز واحد الشكل كيكون افقي مثلا بحال هكذا اولا عمودي، المهم واحد الشكل بحال هكذا كيكون فيه الماء، اولا بحال كما كيعرفوا الاخوان الفراكه. الا عقلتوا على الفراكه القديمه كيكونوا فيها خطوط على هذا الشكل. كنهزوا واحد الاناء ديال الماء مع ديك الوسيله كتكون عود، كنحطوا الذهب. ملي كيبقى ينزل الماء هذاك الذهب كيتجمع حيت ثقيل، عكس البريل. البريل اخي غادي يمشي مع الماء ما غاديش تلقاه. عكس الذهب كيبقى لينا تحت داك الاناء اولا فوق داك الاناء، يعني ما غاديش يمشي، واخا حيت بحكم الذهب كيكون ثقيل على البريل. هذه المعلومات يا اخوان الكرام بغيناكم تردوا البال من البريل اولا. كنهضروا على البريل كاين انواع كثيره، كاين فيهم الذهبي وكاين الفضي وكاين نوع بحال هذا الشكل. الا شفتوا غتقولوا بانكم لقيتوا. ها هو كيبان لكم الاخوان، هذا البريل هذا على شكل فضه ولا على شكل كرات ديال البلاتين. شوف هذا كيتسمى الفضي. وكاين الذهبي بحال هذا الشكل اللي عنده لمعان ذهبي كما كتلاحظوا. هاد الحجره كلها ان شاء الله غنحاول نصورها لكم باش تشوفوا عقلوا عليها. غنحاول نصورها لكم على كلا الجهات. هنايا عندي لمعان زجاجي ديال بعض البلورات هنايا الداخل. ان شاء الله غنحاول ندير عليها فيديو، يكون فيديو توضيحي اكبر واكثر على هذه القطعه هذه. وفي نفس الوقت غنديروا، ما عرفتش الاخوان اش كيبان لكم مزيان ولا لا، هذا اللمعان الاصفر. ها هو شوف، ها هو شوف، هو كيبان اللمعان ديالو. هذا الحجر اللي كتشوفو في الارض غيسحب لك بانك كان عندك حجر لقيتي الذهب، وهو العكس. الاخوان قلنا كاين هذا الحجر هذا البريل الفضي، وكاين هنا عندي على شكل اولا لون ديال الحديد. ها هو الاخوان فيه اشكال كثيره وكبيره، لهذا بغينا تردوا بالكم من هذه الاحجار هذه. شوف كاين هذا اللون فضي وكاين هذا وكاين الذهبي. شوف نعطيكم الحجر المكتمل، حيت هنايا خصو تكون بلورات مكتمله، وكيجي على شكل مكعبات. اخي الكريم اختي الفاضله، كيجينا على شكل مكعبات. سبحان الله في التركيبه ديالو كيجينا بحال هذا الشكل. الا شتي غتقول بان حنا اللي قطعناه وحنا اللي صوبناه. هو لا اخي الكريم،
كيجي هكذا بحال هالشكل، مربعات ولا مكعبات، يعني مقادة بحال هكذا. شوف اخي، شوف هاد الاشكال الهندسي اخي الكريم اختي الفاضله، بحال الشكل ديال الفلورايد، واحد الحجر ديال الفلورايد كيجي مكعبات بحال هالشكل. سبحان الله كتجي التقطيعه ديالو. شوف هذا حجر في وسط حجر كما كتلاحظوا. شوف هذا حجر، هذا وهذا حجر. شوف مربعات يعني متجانسه داخل بعضها. شوف شوف كي جا، الا شتيه بحال قلتي دخلتي مكعب داخل مكعب. هو حجر طبيعي. لهذا الاخوان بغينا تردوا بالكم ان شاء الله. اخي الكريم اختي المشاهده، خصك اي معلومه ولا اي معلومه بغيتوها على اي حجر بغيتو الاستفسار عليه، نعطيو الطريقه ديال الكثافه والصلابه والتركيبه الكيميائيه ديالو ان شاء الله. كنرحبوا بكم دائما وابدا في قناه الاحجار الكريمه النادره. بغينا الدعم ديالكم بزر لايك والاشتراك في القناه اخي الكريم باش نزيدوا نطوروا ونعطيو اكثر واكثر ان شاء الله، نقدموا لكم اي معلومه بغيتوها. وكنرحبوا بكم دائما. ما تنساش الضغط على زر لايك والاشتراك اخي الكريم، مهم باش يوصلك اي جديد. لهذا الاخوان بالنسبه للناس اللي كتقول بان يعني ما كيوصلوهاش ما كتوصلهاش الرسائل او ما كيوصلهاش الاشعارات ديالنا بالنسبه للقناه، حاول تحيد الاشتراك وعاود رد الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلك اي جديد ان شاء الله. مجرد كنلوحوا فيديوهات كيبانوا عندك انت الاول. شكرا لكم جزيلا على الدعم ديالكم، بارك الله فيكم. الاخوان ما تبخلوش علينا باللايك ولي كومونتير واي تعليق ان شاء الله. يعني بغيتوا اي حاجه نهضروا عليه ان شاء الله نحن رهن الساعه. كنشكركم، مع تحيات القناه الاحجار الكريمه. الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.